السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد، وصفة جديدة. خليكم مع الفيديو. نحضروا اليوم ان شاء الله زبدة الكاوكاو، وحده كتجي ثقيله وحده كتجي خفيفه. الا كنتي اول مره كتفرج في القناه منساش تشترك في القناه باش يبقى دائما يوصلك الجديد، وخليك مع الفيديو تانا الاخير. هنايا عندي كاوكاو بلا قشره ديالو، كاوكاو داك الكبير ماشي ستيدو. عندي المهم هذاك نطيب شويه بشويه. عندي كيلو ونص نحمر الاول ونحيدو نقشرو، عاود نحمر الثاني حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. كنت كيف الفران وكنشعلو الفران غير من الفوق، ما كنشعلوش. عندي الفران كتشعل غير ما ملي كتشعل من تحت، ما كتشعلش من الفوق. ملي كتشعل من الفوق ما كتشعلش من تحت. على داكشي كنشعلو غير من الفوق وكنشد عليه، ومره مره كنبقى كنحركو كما كتشوفوا. كنحركو كيطلع منه كيطلع منه السخانه. يعني عندي قريب نشنيه قريب العافيه، ما كنعملوش تحت في مره، كنعدلو في الوسط باش نتلحقوا العافيه مزيان. وكنستمر على هاد الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. ومن بعد ما خرجته كما كتشوفوا تحمر مزيان. دابا غنخليه يبرد غير شويه، غير كيفاش نادي فيه يعني ما يحرقنيش. ونقشرو كتقشرو كامل، حتى الا بقاو لك شي حبيبات ما تقشروش ماشي مشكل، ماشي ضروري تقشرو كامل. يعني الا بقاو بعض الحبيبات ما يبانوش وصافي. كنبقى كنقشرو. دابا باقي هنايا باقي سخون بزاف، على داكشي ما كيخليكش تقشر، خصو تيبرد شويه. المهم ملي كنقشروه كامل كنحيد له داك القشره ديالو، كنعاد بحال اللي كنفطو. وديك القشره ديالو تحيد منه بوحديتها ديك الساعه. وخصو كيفاش تكون عاد طحنو، ما تخليش تيبرد في مره. خصك طحنو يكون باقي سخون باش كيطلق داك الزيت ديالو، كيتطحن دغيا ما كيتعطلش في الطحين ديالو. هنايا كما تشتو كملتلو بالتقشير كامل. كنجيب هاد الالومنينيكس. المهم نتينا اللي عندك يعني كتستعملها، الا كانت عندك فحال هيدا، الا كانت عندك شي وحده اخرى. وكتبقى كضرب باش ديك الكاوكاو كيطلع في ديك المونينكس، كيطلع لها في الرغطه ديالها. كنضرب عليه شويه شويه باش كيهود ما كيبقاش لاصق تما. وكنجيب شي زجاجه تكون كبيره ولا صغيره اللي بغيتي نتينا، يعني على حسب القياس اللي عاد عمل نتينا. والكاوكاو فاش كنكونوا غنطحنوه كنعدلوا له فتيوته د الملح، ما كنعدلوا له شي بزاف، غير فتيوته وكنطحنوا. كنبقاو كنطحنوا كنوقفوا. كما تشتو كيفاش كيرجع من هذا كيطلق الزيت ديالو بوحديتو. وكنحيدو اللي طحنا. كنعدلوها داخل الزجاجه خاصها تكون مشتافه مزيان، ما تكونش فيها الماء. غسله مزيان ونشفه عاد تستعملوا فيها باش ما يترزالكشي. هو كيبقى مده طويله، كيبقى اكثر من 15 يوم، كيبقى ما كيوقع له حتى شي حاجه. نعاود نطحن، كنعدل الكاوكاو كنعدل غير شويه، وكنعدل له فتيوته د الملح. كما تشتو عدلت غير فتيوته، كما كنكون غنطحن كنعدل فتيوته. وكنستمر في هذه الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. كما قلت لكم في الاول انا عندي كيلو ونص د الكاوكاو كامل، حمرته وقشرته، عاد بديت نطحنه باش تجيني العمليه سهله. ما بقاش كنطيب وكنطحن، طيبته كامل عاد بديت كنطحن باش كنبقى مقبله غير المولينكس. ملي كتشوفوا يعني باقي ما تطحنش، كتهبطوا هيداك بالمعلقه كما عدلت له.
وكنزيد نطحنو حتى كيتطحن كيرجع بحال اللولي كما تشتو اللولي تطحن مزيان تتلاقى الزيت ديالو. هو ساهل بالنسبه يعني كتعدلو في الدار ديالك احسن ما تشريه، يعني كتشري كاوكاو كطحنو راسك. وكاين كاوكاو يعني الا بغيتي ما تبقاش يتقشر كاوكاو هذاك، كاين كاوكاو كيتباع بلا قشور كتشري هيداك وكتحمرو وكطحنو ديريكت بلا ما تبقى تقشرو. كيجي يعني يديك عاود ساهل ماشي فحال ملي تكون عندك كاوكاو بقشور كيجي العمليه صعيبه شويه، ولكن المهم هو المذاق كيجي فيه مزيون. وهذه هي الكميه اللي خرجت لي هاد جوج دجاجات كبارين. واحد الدجاجه ما نعدل لا حتى شي حاجه، واحد الدجاجه غنزيد نضيف عليها العسل، واحد الدجاجه غنخليها كما طحنتو غير الكاوكاو ملاح حتى هو كيجي مزيون في المذاق ديالو. وهذه هي غنعدل اللي زديت لها العسل غنبقى نحركها خاصها تكون معلقه يعني قاصحه باش ما تهرس لك شي ولا شي معلق شي شفره. مهم اي حاجه، انا عندي شفره الدهن هي اللي غنحركو بها باش ما هذاك لي شي باش ما تهرس شي داخل الدجاجه. وكتبقى كتحرك داك العسل حتى كتخلط مع داك الكاوكاو مزيان. هما بجوج بيهم المذاق ديالهم كيجي مزيون. اللي كيعجبو العسل اللي كيعجبو يعني بلا عسل بلا حتى شي حاجه، قلت لك بجوج بيهم مزيونين. غنزيد له شويه د العسل وكنبقى نحركو حتى كنحصلوا على النتيجه اللي خصنا. هذا هو الشكل ديالو كيفاش جا. اللي بلا كاوكاو هو هذا، اللي بلا عسل هو هذا، واللي عدلنا له العسل هو هذا. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تخليوا لي لايك وما تنساوش تشتركوا في القناه باش يبقى دائما يوصلكم الجديد. والسلام.